انا ميمو يلا. انا ميمو امام عاشور بينهي الماتش بجون خيال. سيبك من حلاوة الجون وسيبك من جماله وكل حاجة. انت شفت الاحتفال؟ شفت الاحتفال ده؟ شفته ولا ما شفتوش؟ الزملكاوي ولا شفته ولا ما شفتوش؟ بتاع ارتا سولار شفته ولا لسه؟ شفته؟ ركز معايا، انا رحت للنهائي خلاص، نهائي كاس مصر خلاص. خلاص انا بكسب بالثلاثه وبالاربعه وكل حاجه وبعمل كلين شيت. بيخش فيها جون من ارض سولار في الشوط الاول وبحزق الشوط الثاني وبسميه ريمونتادا. ولا بيخش فيها جونين في هناك عندهم في جيبوتي، انا ما اعرفش ان في دوري اسمه جيبوتي اصلا يعني. الاهلي بيعمل سيمفونيه على انبي 3-0. لا يا جماعه، لا 3-0. احنا هناخد المباراه بس كده حته حته، عشان بس انا النهارده مبسوط قوي من اوله لاخره كده مبسوط. يعني ونهايته امام النهارده انا لي كده اللي هو ايه. خد دي حلاوه ليك يا محمد، جميله اهي. النهارده الاهلي بدأ الماتش. الاهلي نازل بتشكيله حلوه جدا، لكن انبي نازل بطريقه ان هو بيركن الاتوبيس. انبي نازل يركن الاتوبيس ويلعب على سرعات رفيق كابو. بالذات ان هو دلوقتي انت بتلعب، هو بيلعب بالدفاع وبنص الملعب كلهم في التلت الاخير من نص الملعب بتاع انبي. حتى الاهلي رايح بالهجوم بالدفاع بمحمد عبد المنعم بكل حاجه، لكن مفيش. انبي مش سايب حتى ربع مسافه ما بين كل لعيب. من انبي يعني حتى الباك هو جنبه القلب الدفاع جنبه نص الملعب. كل واحد مقفل من لعيبه انبي. لكن لعيبه الاهلي كانت بتواجه صعوبه في انها تخترق الدفاع ده. بس انت كان عندك انك تاو وعندك حسين الشحات وقفشه عندهم ان هو دلوقتي بيتحركوا عادي جدا. بيتحركوا، ما عندهمش مركز اساسي. تلاقي حسين الشحات ينزل يستلم من تحت ويخش من العمق، وبعد كده يخش تلاقيه على الطرف. بعد كده قفشه تلاقيه على الطرف، وبعد كده تلاقيه في النص مكانه الاساسي، وبعد كده تلاقيه مع موديست مهاجم تاني، وبعد كده تلاقي تاو نازل يستلم، وتلاقي محمد هاني هو اللي بقى جناح وتاو بقى هو الظهير. فدي كانت عندها ان عندنا النهارده الرفاهيه في ان احنا كل واحد بيلعب زي ما هو عايز، بيتحرك في المكان اللي هو عايز. بعد كده ده اللي خلى ان الاهلي يكسب ضربه جزاء بايه؟ ان ديانج حتى كان ديانج لما جاب ضربه الجزاء شوف هو داخل منين. هو مش داخل من العمق، هو داخل من ناحيه محمد هاني. كان هو وتاو كان عاملين ثلاثي، كان مثلثات روعه ما بين هاني وتاو وديانج. بعد كده ديانج يقدر يحصل على ضربة جزاء بطريقة حلوة جدا، يلبس المدافع حلو قوي، يخش ويراوغ من ناحية اليمين ويكسب ضربة جزاء. معلول معلول انا لما اقول لك معلول داخل ضربة جزاء خلاص هي جون. مش لسه هتكلم واقول لك بقى اصل هو حطها في البعيدة وفي زاوية صعبة على الزنفولي ولا الجعفولي ولا. قلت لك معلول خلاص ضربة جزاء اخرس. خش على اللي بعده. بعد كده الاهلي بعد ما جاب الجون الاهلي فضل برده مستمر والاهلي بيضغط وكل حاجه. انبي ما ظهرتش خطوره خالص في الشوط الاول. الشوط الاول كله انتهى بانك الاهلي ضاغط. الاهلي ضيع كرات كتيره. حسين الشحات كره ارتو جابها في العارضه. كذا كوره جت للاهلي شوطها، لكن الدفاع انبي بيبقى موجود. والاهلي جاب جون من ضربه جزاء وبس. وحرفيا هو كان تقدم مستحق جدا. 45 دقيقه الشوط الاول للاهلي بس استحواذ، تسديد، باصات، استحواذ سلبي او استحواذ ايجابي، كل حاجه. انبي ما مسكتش الكوره 10 دقايق على 5 دقايق على بعض في الشوط الاول. الشوط الثاني انت بتخش على الشوط الثاني بالاهلي برضو بيهاجم. انبي لسه برضو مش عايزه ترمي كل خطوطها. انبي زادت شويه من الدقيقه 54 ولا حاجه لغايه الدقيقه 62، وبعد كده نامت تاني. وفي وسط الدقايق دي موديست جاب الجون التاني. بس موديست هو بيجيب الجون التاني يعني. الجون حلو بس هو انت ما فيش اسهل من كده يا اسطى. يعني انت دوري الماني وفرنسي وشقلباظات ودورتموند وبايرن ميونخ وبتاع وكده. يعني الكره اتشاطت خبطت في رجل المدافع دخل الجون، يعني نعمل ايه تاني؟ طيب يعني نوسع لك الجون ايه اكتر من كده؟ ده حاجه. بعد كده الحاجه التانيه الاهلي فضل برضه يضغط. بعد كده انبي بدات تضغط شويه وسجلت جون الاول. كان الجون الاول اسمه كالوشا، ده هو جاب الجون الاول لكن اتحسب تسلل. لكن ده كان ناتج ان هو انبي بدات تضغط على الاهلي اكتر. بدات الكرات رايحه من اليمين للشمال. مروان عطيه من ساعه الموضوع بتاعه وهو مش احسن حاجه، مش احسن قبل الموضوع ده. يعني مروان عطيه بقى في غلطات كتيره بتحصل منه بسبب ان نص الملعب اكن ايه، نص الملعب ناقص واحد. ده على مروان عطيه اللي هو مروان عطيه اللي هو من احسن لعيبه الموسم اللي فات. بعد كده انت عندك انك دلوقتي بتخش الماتش بتفضل مكمل بتضغط من كل لعيبه. وحتى انبي وهي بتضغط لا هي فيها هجمات تانية رايحه عليها. يعني انبي بدات انها تنشف شويه الشوط التاني، بدات تمسك كرة شويه في الشوط التاني. بعد كده الاهلي عمل تبديلات. نزل كريستو، نزل كهربا، نزل امام عاشور، وطلع موديست، وطلع تاو، وبعد كده طلع حسين الشحات. طلع اللعيبه دي كلها وبعد كده ايه نزل بقى.
انا بس خلاص لو كل الكلام ده يعني انبي خلاص راحت بكذا كوره مش عارف اسمه اوفا ده ولا اوفا ده ولا مش عارف اسمه ايه، جاء شاط الكوره والشناوي صدها وكل حاجه والموضوع خلص على كده، والاهلي فضل مكمل ومستمر. امام عاشور، امام عاشور ينزل يبدع، ينزل يعني امام عاشور حتى هو اصلا بديل نزل دقايق قليله جدا، يرقص لك ترقصتين يعدي لك، يدي كوره مقشره لكريستو، يدي كوره مقشره لمين تاني، لكهربا ولا كان لموديست قبل كهربا ما ينزل. حاجات بص ايه يعني، كريمه، بيدي كريمه. بعد كده خلاص بقى انت خلاص خلصت الموضوع ده كله، يجي لك بقى كوره في الدقايق الاخيره، في الدقيقه 85، 85 عزيزي الزملكاوي ياخد الكرة على صدره ويستلم ويخش وفي سقف الجون. سيب بقى كل الماتش ده كده والماتش كده 3-0 تمام وكل حاجه، بركز لي على الاحتفال. احتفال طيار يعني. بص امام عاشور هدف، وفي الدقيقه 85، وفي وسط الظروف دي كلها اللي كانوا يقولوا مش عارف اصل دونجا لابس رقم 8 عشان طارق حامد مش عشان امام عاشور، ماشي كل الكلام ده، والطياره بتاعت ابو تريكه، وتعظيم سلام لجمهور الاهلي، وجمهور الاهلي يرد عليه باوف امام حطه صح. وهو فعلا امام حطه صح. يعني انت بصراحه يعني هدايا الزمالك تحفه، سواء امام عاشور، كهربا، حتى في السله وفي اليد، يعني الزمالك بيدينا هدايا. يعني الزمالك ده مش غريمي، لا الزمالك ده حبيبي كده، ده كده يعني شقي. امام عاشور يجيب الجون ويدينا تعظيم سلام واحنا نديله تعظيم سلام. ايمو حراق يعني يا جماعه، ايمو حراق يعني كل ايه، كل واحد يفضل يضحك يقول لا ده زملكاوي بتاع، زملكاوي، زملكاوي احنا بنحبه وجاب جون وحرقك وانت بتعيط دلوقتي بسببه، هو ده. وصلنا للنهائي كاس مصر للمره الثالثه على التوالي، مستنيين زي كل سنه مستنيين اللي هيتاهل من الزمالك وبيراميدز.